سندوتشات الكريسبي الترند بس بطريقه صحيه، بتخلص في نص ساعه بس. كريسبي جدا من بره، مش هتحسوا ابدا ان انتوا بتاكلوا حاجه صحيه مليانه خضار وطعمها بجد رهيب. تعالى اقول لكم ايه هي اسرار نجاحها، يلا بينا. اول حاجه هجيب قطع من الفراخ، لو عندنا بواقي فراخ عادي، هتبلها بعصير ليمونه، توابل ملح وفلفل اسود، بابريكا وكزبره وتوم باودر وبصل باودر وشويه زعتر وروزماري. وهحط كمان على الفراخ شويه من الخضار، انا حطيت فلفل الوان وفلفل اخضر، اي خضار تفضلوا تقدروا تستخدموه. واقلب الفراخ في التتبيله الجميله دي كويس قوي. وده كده شكل الفراخ بعد ما اتبلت. بعدين هجيب بوله، هحط في البوله دي معلقه كبيره من دبس الرمان ومعلقه كبيره من الصلصه وشويه بسيطه قوي من الميه. انا عايزه اعمل صوص ناعم كده، ده اللي انا هغمس فيه العيش في الاخر واللي هيديله لون جميل وطعم كريسبي. وهحط على دبس الرمان والصلصه شويه ميه صغيرين كده. الصوص بقى جاهز. نيجي بقى لتسوية الفراخ، يلا بينا. في طاسة على النار فيها معلقة من السمنة، هسيبها تسخن كويس. هنزل الفراخ وهشوحها. هشوح الفراخ بتاعتي في الطاسة، اول ما تبدأ تاخد لون كده وتستوي هنزل عليها بالصوص الخطير ده، ياخد غلوة واحدة بس. الصوص اللي نزل في الطاسة اللي انتوا شايفينه ده هو ده اللي انا هدهن بيه العيش بتاعي عشان ياخد لون وقرمشة خطيرة. وبعدين هنقل الفراخ بعد ما استوت كده، هنقلها في طبق عشان الطاسة دي هي اللي هحمص فيها العيش. كده الفراخ بقت جاهزة. هجيب العيش ده عيش تورتيلا اسمر عشان يكون صحي، هبدأ اغرقه في الصوص ده عشان ياخد من طعم الجميل للصوص. وبعدين هبدأ احضر السندوتشات بتاعتي واحط فيه شوية من الحشوة. انا هزود عليه كمان شويه هوت صوص، ممكن نزود كمان جبنه موتزاريلا او شويه بطاطس معموله في الاير فراير، هتبقى خطيره. احط كده شويه هوت صوص وبعدين اقفل العيش كده طرف وطرف والفه بالراحه. بس ده كده شكله. وبعدين احمص السندوتشات بتاعتي في طاسه على النار فيها مسحه من السمنه، تكون لبن طبيعي او نقدر نحطها في الاير فراير على درجه حراره 180 لمده 10 دقايق علشان تبقى كلها كريسبي ومقرمشه وخطيره. وده شكلها كده بعد ما استوت، يعني ما اخدش في الطاسه وقت طويل خالص. عملت جزء في الطاسه وجزء في الاير فراير، يعني الاير فراير بتبقى كريسبي بس بنسبه دهون قليله. الاتنين صحيين وجمال، بس يعني في الاير فراير احتجت ان انا استخدم سمنه بنسبه اقل كتير من الطاسه، ودي كده قرمشه الاير فراير. بجد لازم تجربوها وهستنى رايكم. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لي لايك وفولو وكومنت وشير. باي باي.